ان الاهلي ايد وسام ابو علي بجواز سفر مضروب او جواز سفر مزور، وان اتحاد الكره المصري كان متواطئ مع النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ما راح يشتري وسام ابو علي من فرقه من السويد. وسام ابو علي مولود في الدنمارك واسرته عايشه في الدنمارك وعنده جنسيه دنماركيه فقط، وعمره ما راح فلسطين وعمره ما لعب لمنتخب فلسطين، وبالتالي عشان يطلع له وثيقه او باسبور لازم يقعد وقت محترم او وقت كبير عقبال ما يطلعوا له باسبور، وعلى اساس الباسبور بيتم قيد وسام ابو علي. فاتقال في الاعلام واتقال ان وسام ابو علي اتأيد في اتحاد الكره بباسبور مضروب او مزور عقبال ما النادي الاهلي يكلم طبعا فلسطين او الدوله الفلسطينيه يطلعوا باسبور، وكمان يعني يلعب باسم منتخب فلسطين. فرحنا لاتحاد الكره المصري نساله هل فعلا في حاجه من الكلام ده؟ طبعا طبيعي ومنطقي الناس اللي بتتفرج عليها يقول لي انت بتهزر يا عم خالد ولا ايه؟ هو انت وفريق عملك هتروحوا اتحاد الكوره تسالوه انتوا زورتوا وايدتوا الواد بالتزوير وعملتوا يعني مع النادي الاهلي تظبيطه كده؟ هيجي يقول لك اتحاد الكوره لا احنا ما عملناش حاجه. ما هو اتحاد الكوره هو اللي بيأيد، فاكيد حتى لو غلطان هيقول لك انا صح. طبعا يا جماعه شايفين فطوط ايه يا بندق؟ ايه يا بندق؟ امال وسام لعب ازاي مع النادي الاهلي يا بندق؟ انت طلعت بعد كده يا بندق يا فطوطه قلت ان انا ما قلتش الكلام ده. هو في حد غيرك في مصر قاله؟ طب وسام ده لعب ازاي مع منتخب فلسطين؟ انضم ازاي؟ اشمعنى انضم لما جه النادي الاهلي؟ طب انت دلوقتي اللي انت قلته ده اتحاد الكوره ما خدش باله منه؟ اتحاد الكوره طيب ما فيش حد في اتحاد الكوره كلم المجلس الاعلى للاعلام على اللي انت قلته؟ ولا نادي النانوس سندك برضه لسه؟ انت برضه هتفضل فطوط.